الدكتور ماهر ابو جبل بيلعب في حته اللي هي القوانين واللوائح والكلام ده كله واشتراطات الوزاره والكلام ده كله. الشخص الثالث بقى الباشمهندس محمد مجدي، مصر الدوليه، شركه مصر الدوليه، حد ليه ماركت شير وليه بصمه انا بحبها بصراحه يعني. من الناس اللي بتلفت نظري دايما في السوق بتاعنا يعني. لو قلت لك إن في مجال في مصر بيشتغل فيه أكتر من 25% من العمالة المصرية، ومش بس كده لأ، ده كمان ساهم بحوالي 9 مليار دولار من حجم الصادرات المصرية عام 2023. ورغم إن المجال ده مهم جدا ويكاد يكون من أكبر فرص الاستثمار اللي موجودة في بلدنا حاليا، بس للأسف مش واخد حقه كفاية. أنا إسلام السيد، وده أورجانيك بودكاست اللي هنقدر نعرف فيه أكتر عن المجال الزراعي، مش بس من الناحية الفنية، لا إحنا هنتعرف على السوق بشكل عملي من وجهة نظر أصحاب الشركات ومديرين الشركات والمستثمرين في المجال وكل العاملين المؤثرين. كمان هنتعرف على بداياتهم وقصص نجاحهم. فتابعونا وما تنسوش تعملوا اشتراك على قناة اليوتيوب وتعملوا لنا متابعة على صفحة الفيسبوك. اختلاف في ال3 سنين مع بعض وفضيتوا الشراكه او طلعت انت من الشراكه، بدات اسست سترة ولا كان في حاجه قبليها؟ بص، السترة دي كانت مجرد فكره، كانت حلم يعني، واخد بالك، بس ما كانش موجود على ارض الواقع. كانت حلم ومتفق عليه، ولدرجه ان الاسم كان اخترت الاسم من زمان جدا على فكره، حتى قبل الشراكه دي يعني. بس عارف، وطلعت سجل تجاري على فكره، كان في سجل تجاري 2013 بعد من ما زمان طلعت من جدا، الهلب يعني. من زمان جدا بس لم ينفذ على ارض الواقع. كان في بطاقه ضريبيه، كان في سجل تجاري، بس البطاقه الضريبيه كنت عاملها وقف لان ما كانش في ممارسه نشاط. بدأنا انا بقى في 2017 بقى نبتدي نعيد القرار تاني بقى، ترجع سترة بقى، نبدأ نفكر في الامر ونبتدي ندوس ونبدأ، وفعلا بدأنا سترة في 1/1/2017. فكرت في الشراكه ازاي ساعتها بقى؟ وكل بتوفيق ربنا في الاول والاخر والله. بص هقول لك على حاجه، انا ليا صديقي هو دكتور احمد عبد العزيز، هو كان صديق دراسه اصلا، ابتدائي واعدادي وثانوي، كنا مع بعض برضه في الازهر والكلام ده كله. وبعدين اختلفنا، هو دخل علوم، هو دخل زراعه وانا دخلت علوم، وما تقابلناش بقى غير قدر انا في الهلب في 2012 على ما اتذكر يعني. وبعدين بدانا ايه، ليه نعمل، هو الراجل بتاع زراعه وشغال في مجال المبيعات، وانا راجل بتاع علوم شغال في مجال الكيمياء والتركيبات وكده، طب ليه ما نعملش التداخل الجميل ده؟ عارف انت يعني ايه، نكمل بعض. نكمل بعض. وزي ما قلت لك كده، دي ميزه الشراكه على فكره، ان انت الناس اصل اقول لك، ما في القصه الوان مان شو دي بقت قصه منتهيه يعني، ما عادش موجوده في العالم اصلا. حتى ان الشخص اللي بيعمل كل حاجه لوحده ده، لا لا لا، ما عادش موجوده ولا تؤتي ثمارها يعني، ومداها الزمن قصير، ما لهاش مدى الزمن طويل يعني. لا، وهي نقطه الشراكه بصراحه في المجال عندنا، لو جينا بصينا لمعظم الشركات اللي موجوده في السوق، نادرا لما هتلاقي شركه فيها فرد واحد هو اللي مكمل فيها. مع ان على فكره انا المدرسه بتاعتي وان مان شو يعني، مش ناصر الرحمن كان هو رئيس مجلس الاداره، هو كل حاجه يعني. بس في كام شركه كده في السوق؟ بس لا، بس برضو كانت التجربه يعني، عشان اكون صادق معاك، كانت تجربه، كانت الدنيا هاديه، واخد بالك، وهو بصراحه كان بيغرد بره السرب، كان بيفكر لوحده حتى لوحده، فعشان كده كان متميز يعني، واخد بالك، وقدر يكمل. لكن دلوقتي ما عادش الموضوع، السوق الزراعي ما عادش يستحمل الكلام ده ان حد يشتغل لوحده، لا يعني. المهم منشود دي قصه انتهت خلاص من زمان يعني. فبس فقررت انا، كانت الفكره بقى عندي انا ودكتور احمد عبد العزيز، وفعلا الحمد لله ربنا اراد، وبدانا الفكره بقى في نزلنا بيها ارض الواقع في 1/1/2017. بدأنا قصة الشراكة الجميلة اللي بقى الشراكه لحد الجميله بعد النهاردة كده، يعني. ربنا ما يجيب خلاف خالص. اللهم امين يا رب. طب بدأنا ازاي ستر؟ ايه بقى يعني يوم 1/1/2017 احنا برضو احنا خدتوا برضو المكتب بقى، قررتوا تقسموا الأدوار ازاي؟ بص، بدأنا شغل أرض فعلي بص ازاي؟ هقول لك على حاجه بقى مهمه جدا في الشراكه برضو بالتحديد، وان انت مهمه جدا والستر نجحت فيها. احنا ما بنفصلش كراسي لحد يعني، اللي بيعرف يسوق يركب على ايه، الدركسيون. على الدركسيون. احنا ما بنفصلش، اللي بيعرف يعمل حاجه يجي يعملها. طب انت شريك وشريك وما بتعرفش تعمل، ما تعملش. انت شريك بس انت ما بتعرفش تعمل، خليك يعني انت بره المنظومه يعني. مش معنى انك انت شريك يبقى لازم تبقى ايه، بتدير، او تبقى لازم تبقى موظف في المنظومه، واخد بالك. في حته درجه كده بقول لك ايه، مش لازم عشان انت شريك تعبي شريط بصوتك، ممكن انت صوتك وحش، أكيد. واخد بالك، فانت لا، هو الشراكة عشان المؤسسة تنجح. بالظبط، مين اللي هينجحها؟ احنا بنساعده. بالظبط. احنا اول قرار خدناه احنا مش هنفصل كراسي لحد، اللي بيعرف يعمل حاجه يعملها، واخد بالك. بس ودي نقطه فيصليه في الشركه عندنا، ومن ساعتها كملنا بقى في الموضوع ده، ان كل واحد بيفهم في حاجه يكمل عليه. طب بدأتوا تحددوا ازاي السياسات اللي احنا هنمشي عليها؟ هنبدأ ازاي؟ ايه انا عشان ادخل السوق، ما انت بتتكلم في 2017 كان السوق مليان. على فكره احنا لبسنا في حاجه مهمه جدا عاوز اقول لك عليها. انا تقريبا تخرجت من البيزنس بتاعي اللي هو كان قبل كده، التجربه اللي ما كملتش ديت، في 8/2016. يعني انت بتتكلم في 4 شهور. لبست في التعويم على طول،
عارف انت التعويم كان في شهر 11 2016، مش عايز اقول لك كانت بالنسبه لي صدمه. تحويشة ليه؟ العمر راحت. مش عايز اقول لك راحت يعني. ولو انت حاطط بادجت دي بقت خلاص بقى، عارف انت ارميها في الزباله، طب بقى كده ارميها في الزباله، ما عادش ينفع الكلام ده. ومع ذلك بص انا عندي قناعه في حاجه، الضربه لا تقسم الظهر تقويه. عشان كده انا اول ضربه خدتها في حياتي كانت ضربه التعويم دي، ان انا اوريدي كنت داخل شراكه وعملت تخارج وبقى في رقم معين او بادجت معين شغال بيه، مره واحده هوب في شهر 11 انا لبست فين؟ في لا التعويم. وانت كنت ساعتها بتخطط ان انا هفتح شركه جديده، فبالتالي عايز بادجت معينه بالظبط، هعمل 1 بالظبط، 2 3 بالظبط. 4 قلت النص في ساعتها. لا اكتر من نص والله، احنا اكتر من كنا نص. بنتكلم هو رفع من 7 وشويه لحد 15 وصل 18 كمان، وصل 18 بعديها 18 بشويه جنيه. كمان. النقطه الاهم في الموضوع ان انا كنت باخد فلوسي على مدار سنه و4 شهور، فبتخسر كمان يعني. فبخسر كمان يعني، فانت الخساره النزيف النزيف مستمر. بس فهذه دي التركه اللي مهمه جدا، الضربه اللي لا تقسم الظهر تقوي. لو انت عديت منها خلاص. ودايما كده لا تسأل الله ان يخفف حملك، ولكن اساله ان يقوي ظهرك. ما تسالش ربنا ابدا ان يشيل من عليك، اسال ربنا ان يعينك على انك تشيل ازيد. ودي نقطه محوريه جدا، ودي الحته اللي اتعلمتها من الازهر زي ما قلت لك كده، من الازهر وكليه العلوم، حته الجلد. ان انت دايما عندك قدره على تحمل الصعاب، عارف انت ما تستسهلش بسهوله يعني. طب قررنا ندخل السوق، يبقى شكلنا ايه؟ احنا دخلنا سوق في 2017، سوق كان مليان وفي مزدحم. عتاوله مش مليان، مزدحم. وفي عتاوله على فكره يعني. السوق بتاعنا بينظف في البيزنس حاجه اسمها ريد اوشن، عارف انت المنطقه الحمراء اللي هي متكدسه قوي يعني، ايوه طبعا. وكلنا فيها برايس تيكر، ما فيش حد برايس ميكر خالص، ما حدش فينا صانع سعر. كلنا نشوف بما فيهم الشركات الكبيره على فكره، الشركات المالتي ناشونال، ما حدش فيهم بيقدر يهرب بره السرب، كله لازم يشوف الدنيا ماشيه ازاي ويدور في نفس الفلك. بس ونضيف عليه ان هو سوق يقدر يستحمل اكتر من كده من عدد الشركات بكتير كمان بكتير. يعني. هي التورتايه هي عامل زي مصر. هو في معنى احنا صعب. مصر مساحه واسعه، بس كل السكان حوالين خط النيل في الدلتا. طب ما في يمين وشمال فاضي، طب ما ننقل فيه. فاحنا بنتكلم عن سوق الزراعه في مصر، لا ده يستحمل اكتر من كده كتير. بس عشان تدخل المنافسه، عشان يدخل يبقى ليك رجل تاخد حته من التورته زي ما بنقول يعني على في السوق عندنا يعني، لازم تدخل بشكل معين بسياسة مختلفة عشان تقدر تكسب زبون، تبقى ليك أرضية برجالة مختلفة. عشان هي في الأول والآخر أنت صاحب شركة، مش هتنزل تبيع وتشتري بإيديك، لازم في رجالة هيساعدوك. نعرف ده بقى عشان الناس تتعلم يعني. بص أنا كنت قرأت مقولة لسيدنا عثمان بن عفان بتلخص البيزنس كله، وحتى بعد ما خدت ماجستير ودكتوراه في إدارة الأعمال صدقني حتى الMBA والDBA ما خرجتش بره الإطار ده. كان سيدنا عثمان بن عفان بقى طبعا هو كان مهاجر من مكة للمدينة، وطبعا ساب كل أمواله وكل أصوله وكل الأسيتس بتاعته فين؟ في مكة، وهاجر لمين؟ للمدينة. فالراجل راح بقى إيه يعني نقطة من أول هبدأ من الصفر تاني. في خلال فترة زمنية قصيرة سيدنا عثمان بن عفان عارف أنت بقى عامل بومينج وبقى أغنى أغنياء المدينة، عمل بومينج غير طبيعي. هو تقريبا هو اللي جهز تلت جيش العسرة تقريبا، مظبوط، سنة 9 هجرية. فسيدنا عثمان بن عفان راح تجار المدينة راحوا يستشيروه في الأمر، أنت عملت إيه؟ اللي أنت عملته إحنا ما نعرفش. قال 5 جمل أو 5 كلمات إن صح التعبير، بكلمك بجد. أنا بعد ما درست MBA سنتين وDBA تقريبا 2 أو 3 سنين، كل الكلام ده ما خرجش بره الإطار ده. عارف حولها ندندن أنا ومعاذ، تمام، النبي صلى الله عليه وسلم أيوه. كده يعني. إيه بقى؟ قال 5 كلمات، قال لك إيه؟ كنت أعالج وأنمي ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا وأجعل الرأس رأسين. يعني إيه الكلام ده؟ سيدنا عثمان بن عفان، بس أنا هشرحها لك بقى بطريقة بالبيزنس بالبيزنس الأرض عندنا. كنت أعالج يعني إيه أعالج؟ عارف أنت دايما لما يبقى عندك تعمل البيزنس بلان، بتعمل بلان وبعدين تعمل أكت وبعدين وبعد الأكت تعمل تشيك. مظبوط. تشيك، تقف كده واقفة وتبص وراك تقول ماشي صح ولا ماشي إيه غلط. هو ده كلمة أعالج، إن دايما ببص ورايا شوف أنا ماشي صح ولا ماشي إيه غلط. فدايما كان عينه عارف أنت على إيه؟ على التجاره بتاعته، وشاف ايه الاخطاء ويحاول يعالجها وينميها وما كبرش في الغلط يعني. مش معنى ان انا خدت قرار غلط ان انا افضل مكبر فيه، لا ده خد قرار غلط، لا ارجع خطوه لورا وابدا تاني. ودي كانت اول نقطه. هتطرق انا بعد كده بقى للسياسه سترة منها بقى حته السستينابيلتي، الاستدامه. الرد كان بيدور على السستينابيلتي، الاستدامه، ودي بتيجي من معالجه الاخطاء. اكتر حاجه تخليك تكمل انك تشوف خطأك فين وتعالجه. وده بقى محور او اللي سترة كلها بتلف حواليه حته السستينابيلتي، ودي هنتطرق لها بعدين يعني. كنت اعالج وكنت وانمي، دايما يحاول يزود ايه راس مال، يطور من البيزنس يطور من البيزنس بتاعه، يشوف اي ادد فاليو يعرف يشتغل فيه. دايما عنده زياده فين؟ في البيزنس. كنت اعالج وانمي ولا ازدري ربحا، ما يستقلش الربح اللي هو حته دلوقتي بيسموها في البيزنس ان هو بيلعب على معدل دوران راس المال. مظبوط. ما على فكره دايما عارف انت وده الصح على فكره. ليه بقى؟ عمر ما قلت ربحاتي في الشركه،
لكن قله السيوله تقفل الشركه. لو شركه بتكسب كويس جدا بس ما عندهاش سيوله تقفل. لو شركه ما بتكسبش كويس بس وعندها معدل دوران راس مال عالي ما تقفلش. ولا ازداد ربحا اللي هو ضد سياسه الاحتكار اللي كل الناس بتعملها دلوقتي. ان انا اسعر منتج احط فيه نسبه ربحيه كبيره بحيث ان انا عايز اكسب. هو بيفكر ان انا كده بكسب بس هي ممكن البضاعه كده تضر لها. يعني خلاص هو بدل عايز يكسب 100 جنيه فبالتالي انا هقعد احصل بقى في ال 100 جنيه ديت طول السنه خلاص وانا في اخر السنه كسبان 100 جنيه مع انك انا ممكن اكسب 20 جنيه بس والدور 10 مرات والدور 10 مرات فانا كسبان 200 جنيه الضعف اللي هو معدل دوران راس المال. فكنت اعالج وانمي ولا ازدري ربحا ولا اشتري شيخا اللي هو بلغه السوق دلوقتي الترند. يشوف ايه اللي هو جديد ويشتغل عليه. واخد بالك؟ يشوف ايه الانوفيشن ويشتغل عليه. اللي هو بقى في لغه مثلا زمان ان هو ما يركبش ما يشتريش الحاجه الكبيره من العمر مثلا في الحل الكلام ده كله. كنت اعالج وانمي ولا ازدري ربحا ولا اشتري شيخا واجعل الراس راسين اللي هو بلغه العصر يعني اللي هو على البيضه كله في سله واحده. بنوع استثمارات البيزنس بتاعه. ودي جايه منها الصناديق الاستثماريه اللي بتعملها الشركات الكبرى. ده في دول دلوقتي شغاله بالكونسيبت ده. يقول لك صندوق ابو ظبي الاماراتي صندوق ابو ظبي الاماراتي ده بيستثمر ايه؟ تلاقيه بيستثمر في مصر وبيستثمر في الامارات وبيستثمر في السعوديه وبيستثمر في انجلترا. بيشتري عقارات بيشتري اراضي بيشتري شركات بترول. دايما عنده صناديق استثماريه مختلفه عشان لو حاجه وقعت الثانيه ايه تشيلها. سيدنا عثمان عفان قال الكلام ده من 1400 سنه. فده الكونسيبت اللي احنا شغالين بيه. وعلى فكره انت لو درست MBA ودي بي اي واكيد انت خدت الكلام ده في MBA هتلاقي دايما كلنا بندور في الفلك ده. كنت اعالج وانمي ولا ازدري ربحا ولا اشتري شيخا واجعل راسا راسين. اتطرق بقى الحته اللي قلتها لك اللي هي كنت اعالج اللي هي حته السستينابيلتي او الاسدام. ودي سياسه سترا هدف ايه؟ هدف سترا واخد بالك هي سستينابيلتي الاستدامه. والاستدامه كلمه عارف انت امبريلا كده تخش تحت اي حاجه خالص. عاوز تتكلم في ربحيه تخش تحتيه. عاوز تتكلم في ماركت شير تخش تحتيه. عاوز تشتغل اي مصطلح انت عاوز تحطه هتلاقيه يخش تحت مين؟ تحت الاستدامه. واخد بالك؟ والاستدامه لها محاور كتير جدا. احنا اول محور شغالين عليه عندنا في سترا حته البرودكت. دايما عندنا كواليتي عاليه جدا في المركبات الموجوده وعندنا انوفيشن في المركبات اللي لسه لم توجد بعد. بنحاول دايما نفكر بره ايه؟ بره الصندوق عشان تبقى متواجد. انت لازم يبقى في قيمه مضافه ياخدها منك المستهلك عشان تكمل عليه. غير ايه تاني غير البرودكت؟ عندنا مثلا السوشيال ريسبونسابيلتي المسؤوليه المجتمعيه. يعني تقريبا اظن يعني ما اعرفش الكلام ده صح ولا لا ان شركه سترا اول شركه تتبنى المسؤوليه المجتمعيه بشكل قاطع يعني او بهذا الكم من الافكار يعني. اول فكره بداناها كانت اللي هي سترا اكاديمي. بداناها في 2019 وبدانا بعدد بسيط. والفكره جت منين برضه؟ سترا اكاديمي الاول هي عباره عن مبادره لتدريب وتطوير خريجين كليه الزراعه لمتطلبات سوق العمل. ودي الحاجه بيفتقدها السوق الزراعي بشكل كبير جدا. الموضوع جه منين برضه؟ ان احنا اوريدي كان عندنا مهندسين وبنعينهم. ودي مش عيب كليه الزراعه ده عيب كليات مصر كلها ان بيطلع الخريج مش عارف اي حاجه من اللي هو درسه. فتيجي تدردش معاه مثلا في معلومات فنيه في الحاجات اللي هو دارسها مش عارف. خريج كيمياء وده تيجي تكلمه في الكيمياء مش عارف. خريج اي قسم بقى تيجي تدردش معاه في اي حاجه حتى من الحاجات اللي دارسها في الكليه تلاقي عنده ايه؟ نقص كبير جدا. عنده اللغه عنده مشكله في اللغه كبيره جدا. عنده حتى على مستوى الاداره عنده مشكله في الكوميونيكيشن سكيلز وفي لغه التواصل والكلام ده كله وبتاع. وده للخريجين ولا للطلبه؟ يعني التدريب ده انا كنت طالب ولا لو انا اتخرجت وعايز ثالثه ورابعه؟ اللي خلص ثالثه واللي خلص رابعه. طب لو انا كنت اتخرجت؟ لا صعب شويه. بس هو الموضوع جه منين برضو؟ ان انا لما كنا بنعمل انترفيوهات للمهندسين عشان نعينهم لقينا المهندسين بيفتقدوا الحاجات كتيره جدا. فبدأنا نعمل ايه؟ قلنا لا ما ينفعش المهندس يخش بالكواليتي دي ينزل السوق يتكلم باسم سترا. لازم الاول يتعمل له عمليه اعداد وتاهيل. فكنا بقى بناخده مثلا دوره كده تدريبيه عندنا في الشركه اللي هو خلاص اتعين على فكره وبدا خلاص احنا النهارده كام؟ يوم واحد في الشهر. خلاص انت راتبك من النهارده بس انت معانا شهر لمده تدريب وتطوير. بنديله بقى في كل النواقص اللي عنده نحاول ايه ننميها له سواء بقى لغه سواء سوفت سكيلز سواء دعم فني سواء كيمياء مبيدات لحد ما يبقى الشخص ده فعلا ايه مؤهل. لما يبقى مؤهل ابتدي انزله فين؟ ينزل السوق بقى يتكلم باسمي. اصل ده في اول اخر ده بيمثلني الواجهه بتاعتك في السوق بتاعتي. فقلنا لا طب ما احنا ممكن نعمل التجربه دي على المجال الزراعي كله. وليه يبقى الموضوع ده حكر بس على المهندسين بتاعت سترا؟ لا احنا ممكن يبقى التجربه دي تعمم في كل جامعات مصر. وعلى فكره الموضوع خد صدى مش عاوز اقول لك ابعد مما يكون. مع ان احنا والله كنا بنبتغي الموضوع ده بس ان هو خدمه لمين؟ للمجال الزراعي. الحمد لله احنا في بروتوكول تعاون بيننا وبين كليه زراعه جامعه طنطا. في بروتوكول تعاون بيننا وبين كليه زراعه سبا باشا والشاطبي جامعه اسكندريه. حتى الطب البيطري دخل معانا في المعادله. بقينا في بروتوكول تعاون بيننا وبين كليه طب بيطري اسكندريه. احنا ده لسه شغالين فيه سترا اكاديمي شغالين فيه. يعني حتى برضو ايام ما حصل كورونا
اشتغلنا بيه زوم، كنا شغالين بيه زوم. طب لو انا طالب وكليه زراعه وعايز اقدم عندك في الاكاديميه المفروض اعمل ايه؟ على الصفحه، يتابع الصفحه بتاعتنا على طول اول. بس احنا كنا اول بنشتغل في الدراسه وفي الاجازه، بس الطلبه بدات تعاني في موضوع الدراسه عشان عندهم امتحانات وعندهم محاضرات، فالموضوع بقى صعب يبقى شويه. هنستأذنك هناخد منك اللينك بتاع الصفحه ونحطه على ان شاء الفيديو الله. عشان خاطر اي حد من الطلاب عايز يقدم في سترا اكاديمي للتدريب من غير اي مقابل. بدون اي مقابل. طب ده احنا بندي من غير اي شهادات مقابل. على فكره حتى المتميز فيهم في النهايه احنا بنعمل حفله استقبال وحفله تخرج، والمتميز لا فيهم واكيد لو حد متميز هتاخده عندك. اه. ده مش خلاص اهي. انا على فكره لمست معاك قبل كده في حد متميز، قلت لك حصل حد كان متميز وبتاع. لو بس هي كانت قاهريه، كانت تقريبا جامعه القاهره جامعه عين شمس، لان كنا شغالين على زوم في الاول ايام كورونا، فكان بيجي لنا من جامعات كثيره، فكان في حد متميز فعلا، وانا بعت لك السي في بتاعها مظبوط والكلام ده حصل. كله بتاع. إيه، المبادره الثانيه بقى اللي برضو جابت، احنا عملنا لحد دلوقتي 3 مبادرات. المبادره الثانيه كانت هي مبادره البحث العلمي، ان احنا اي باحث في سواء في المراكز البحثيه او في الكليات عنده معاناه شويه مع المواد الفعاله والماتيريال والكلام ده كله، بحكم ان هي تكلفتها عاليه وان هي اصلا مش متوفره في مصر. فانا كباحث عشان اروح استورد ماده فعاله من بره، سواء ان شاء الله حتى 100 جرام، هتلاقي تكلفه عاليه جدا، وبعد كده هدفع مصاريف جمارك، وبعدين مصاريف شحن، وبعدين مصاريف تخليص جمركي، فهتلاقي الموضوع بقى لا رقم. فانا كشركه اوريدي عندي مواد فعاله موجوده، وعندي سيرفاكتنت او مستحلبات او مذيبات او الكلام ده كله، تساعدهم فيها. اساعدهم فيها. اي باحث سواء في مركز بحث او في كليات محتاج اي ماده فعاله من سترة بتوصله لحد عنده. وعلى فكره احنا لمسنا في الموضوع ده كتير مع كذا باحث. كان اخر بحث كان في جامعه اسكندريه، كانت طالبه ماجستير، وودينا يعني لحد عندها، حتى هي كتبت شكر لشركه سترة في لسان الماجستير بتاعها. ده على نفس اللينك بتاع الصفحه. كل ده يبقى تاني مبادرة، اللينك برضه هيظهر عندنا ان اي حد بيحضر الماجستير الدكتوراه بتاعته محتاج مواد فعالة بيعمل تجارب، شركة سدرة تقدر توفر له دوت وبدون مقابل برضه. المبادره الثالثه بقى واللي احنا اعلنا عنها في معرض مع الدول اللي فات ده، اللي هي مبادره الانتربرينير او معرض رياده الاعمال. ان اي خريج كليات زراعه او طب بيطري عنده فكره، عنده برودكت، عنده اي حاجه يكون فيها ادد فاليو او فيها انوفيشن، احنا اوريدي بنبش فيهم الدعم. وكان اخر حاجه احنا عملناها كان تطبيق اسمه فيتار. ده كان تطبيق عمله خريجين كليه طب بيطري، واحنا تبنينا التطبيق وصرفنا عليه وكده وبتاع. والتطبيق ده فكرته جميله جدا، يعني ان هو ما كانش موجود اصلا قبل كده، ان هو بيربط، هو متخصص اكتر في حياته الاليفه، بس ده فيز 1. بعد كده نكمل عليه بقى فيز 2، ان احنا نخش دخلوا في الزراعة. في البابليك هيلث الاول، وبعدين الزراعه بعد كده. ان هو بقى في داتا كامله بالاعدادات البيطريه، هو جغرافي بيشتغل على اللوكيشن. انت راجل مثلا مقيم في اسكندريه، تفتح التطبيق يظهر لك ايه الاعداد الموجوده حواليك في اسكندريه. فانا رحت كشفت عن دكتور في عياده معينه، الدكتور بقى طبعا مشترك على مين، على التطبيق، يبدا الدكتور يسجل الهيستوري بتاع الايه، الحمل الاليف بتاعك عليه. اول مره مثلا كشفت يكتب ان هو كان عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، وبعد كده بعدها ب3 شهور رحت كشفت عن دكتور تاني، الدكتور تاني يفتح الايه الابلكيشن ده، الهيستوري بتاع مين، الحمل الاليف بتاعك ايه موجود، فيقدر بدل ما حتى لو انت مش فاكر يعني ايه الداتا التاريخ السجل المرضي بتاع السجل المرضي بتاع الحيوان كله موجود على مين، على الابلكيشن. تاني حاجه ان هو بيدعم بيمدك بكل احتياجاتك للحمل الاليف، ما بين طعام، ما بين ادويه، ما بين الكلام ده كله، اي حاجه انت عاوزها هتلاقيها موجوده على مين، وكله شغال اونلاين. بص انا اقول لك حاجه، احنا هنسيب اللينك ومش هنشيله، ماشي. اي حد عايز اي حاجه يدخل على لينك شركه سترة. طب في نقطه انا ذات نفسي يعني عايز اعرفها من راجل بيحب الشغل، بيشتغل بال12 ولا 14 ساعه في المعمل، لمدير هنقول مصنع، من القسم الانتاجي لقسم المشتريات للقسم المحاسبي بتاعه، تمام. فبرضه عمال من قسم القسم لمدير تنفيذي قاعد على مكتب، ما بدي قرارات، بمضي على ورق، بفكر، بعمل بلانز، خلاص يعني اللي انا اشتغلته قبل كده خلاص رميته ورا ظهري، خدت الخلاصه بتاعته اللي انا استفدتها وقاعد بطبقها على ورق. عملت دي ازاي؟ بص هقول لك على حاجه، هو طبيعه الانسان في مراحل الحياه، اوعى تفكر ان اي مرحله في حياتك عدت منك ملهاش ادد فاليو عليك. يعني اوعى، حتى في السكه يقول لك وانا في ابتدائي الازهر اضاف لي، وانا في ابتدائي اضاف لي حته التحمل، القدره على التحمل. بعد كده دخلت كليه علوم، اضافت لي بزياده القدره على التحمل. بعد كده شغل في البحوث التطوير، انك تفضل شغال من 8 صباحا ل 12 مساء، دي برضو القدره على التحمل. بتبني في شخصيتك، هي عباره عن بازلز كده بتركب مع بعضها، بس انت ما بتحسش، بس هي بقى تراكمات مع بعضها في حكم السنين. الموضوع بتحس بيه بعد كده بقى في النتيجه بتاعتك او في شغلك انت في حد ذاته. طيب الموضوع التحول الجزئي، انا لحد دلوقتي ما سبتش البحوث التطوير على فكره برضو. انا لحد دلوقتي حتى في مصنعنا دلوقتي، مصنع سترة، انا شغال فيه
بنحاول نعمل ادد فاليو، اي فكره بره الصندوق بنحاول ننفذها فيه، سواء على مستوى المبيدات او على مستوى الاسمده. بس الحته الاداريه دي جت منين بقى؟ ان انا حتى ما احنا بدانا ستره قلنا خلاص بقى يبقى الموضوع كبر الحمد لله. كانت ستره بدأ في 2017 كنا بنتكلم برضه في عدد محدود من الموظفين، عدد محدود من المركبات. دلوقتي بنتكلم في ماركت شير كبير، بنتكلم في عدد مركبات برضه حوالي 165 مركب. برضه الدنيا وسعت بشكل كبير. انا لما حسيت ان ناقصنا حاجه زي ما قلت لك كده، رحت الاكاديميه خدت ماجستير ودكتوراه في اداره الاعمال، لان انا مثلا انا مش راجل مش بتاع فاينانس، ما فهمش حاجه في الفاينانس. رحت درست فاينانس. انا راجل مش بتاع اكاونتنج، رحت درست اكاونتنج. انا راجل ما كنتش بتاع ماركتنج، رحت درست ماركتنج. انا راجل مش بتاع اداره، ما كنتش دارس اداره، رحت درست اداره. بس انت بقى عارف انت اما حد يبقى عنده عارف البيزك الكويسه او القدره على التحمل او القدره على التفكير، وبعد كده تبتدي تسكله ببعض المعلومات او بعض الداتا، الموضوع ده بيفرق معاك بشكل كبير جدا يعني. طب خلاص سترة بقت شركة وماشية في طريقها وماشية في البلان اللي تخطط لها. في أكيد نقط إحنا في أي شركة، ده في علم الإدارة يعني، أهم حاجة اللي يطول عمر الشركة إن أنا أهتم بالأسيتس بتاعتها. ليه؟ إن الأسيتس ده هي اللي بتزود القيمة بتاعت الشركة في السوق. هي لو حب يعمل استثمار ويدخل مجال الزراعة يستثمر، أو هيجي يقول لك أنا عايز استثمر في سترة، اول طلب هيطلبه منك يقول لك انا عايز اشوف الميزانيه بتاعتك عشان اشوف ايه الاسيتس بتاعت الشركه، الاصول بتاعت الشركه. اهتمنا بدي ولا لا؟ بص انا عندي كونسبت غريب شويه في موضوع الاسيتس بتاع الشركات ده. دايما الشركات بتقدر الاسيتس عباره عن الاصول الثابته من السيارات مثلا، من التسجيلات، من البادجت، من الكلام ده كله. انا عندي حاجه غير كده خالص. انا عندي اقوى اسيتس عندي هو الاتش ار. انا عندي الهيومن ريسورس، عندي اهم حاجه في الشركه، واكتر حاجه الستره بتعمل فيها انوفيشن او بتصرف عليها هو الاتش ار بتاعها، الموارد البشريه بتاعتها. انا عندي يكاد يكون التيرن اوفر عندي في الاتش ار يقول للصفر، ما عنديش حد بيمشي. احنا الشركه انا احسب ذلك يعني، احنا الشركه الوحيده اللي بتقدم ادد فاليو بشكل كبير جدا، لدرجه ان الموظف فيها بيتمسك فيه. هو اللي بيتمسك بالشركه، مش الشركه اللي بتتمسك بيه. ليه؟ هقول لك ليه. احنا عندنا في المجال الزراعي معلش احنا شركه عندنا مركبات، طب المركبات بتاعتنا موجوده عند غيرنا. طبعا. عندنا مصنع، طب ما كل الشركات عندها مصانع. عندنا عندنا بادجت، طب الشركه معلش ده بحكم التاريخ في شركات في اتقل ادم مني منك كمان. بكتير. معلش يعني انا اقول لك انا في مصانع من الثمانينات مثلا، من الثمانينات موجوده، واخد بالك؟ لكن ايه اللي موجود عندي مش موجود عند غيري، الحته اللي بكلمك فيها دي. او بمعنى اخر ان احنا عندنا اهم جزئيه في الشركه احنا بنعتني بيها وهي محور اهتمامنا وبندور حواليه، هي حته الموارد البشريه او العنصر البشري بتاعي. ده انا وجهه نظري ده راس مالي، لان كل الحاجات الباقيه بتخدم عليه. لان لو مش موجود راس المال ده اللي هو العنصر البشري ده، لا مش موجود شركه. لو ما عنديش مهندس كفء ما عنديش مبيعات، لو ما عنديش محاسب كفء ما عنديش اداره ماليه، لو ما عندي بص اسعى على اي حاجه، لو ما عنديش حد بتاع تسويق شاطر ما عنديش اصلا ماركتنج ولا ماركت شير في السوق. فعندي اقوى حاجه او اللي اظن ان سترة بتتميز فيه عن السوق هو عنصر البشري بتاعها. طب لو حد حب يدخل مجال الزراعه يستثمر، او حد حب يفتح شركه في المجال، ملخص للي انت عشته بقى في التجربه الرحله دي كلها، ايه اللي تقدر تنصحه بيها؟ ايه اكتر حاجه نقدر نهتم بيها؟ 1 2 3 4 لو حد حابب يبدا دلوقتي ان انا اسس، هو خلاص هو عنده الخبره الكافيه في السوق ومعاه الاستثمار اللي يخليه ياسس شركه، ايه الملخص اللي انت استفدت منه في حياتك عشان خاطر هو ما يقعش في الاخطاء دي بعد كده؟ بص انا شايف ان اهم عنصرين عندي في تاسيس ان حد عاوز يبدا اي شركه وينزل سوق جديد هم محورين. اول حاجه المصداقيه، لازم يكون الشخص ده صادق في كل حاجه بيعملها. صادق بقى مع العميل، صادق مع بتاع المشتريات، صادق مع الناس حتى اللي جوه الشركه. عنده لازم يكون عنده شيء من المصداقيه كبير جدا، ويكون ده واضح في كلامه وفي تصرفاته. تاني حاجه يهتم جدا بالكواليتي بتاعت البرودكت بتاعته. انا شايف المحورين دولت اهم نقطتين. لو حد فعلا عنده المصداقيه الكافيه ان يقدر يظهر للجمهور ويتعامل معاه والكلام ده كله، ويقدم له منتجات فعلا محترمه، وفي نفس الوقت يكون المنتجات دي فيها شيء من الكواليتي، واخد بالك، مناسب للمستهلك، هينجح بشكل كبير جدا يعني. طب سوق الزراعه في مصر دلوقتي ايه رايك فيه؟ مش عارف. بص لا يعني ايه مش عارف بقى؟ هو بص انت بتشكر ولا لا؟ بص مشكله سوق الزراعه في مصر ان هو ملوش سيستم، عارف انت اللي هو كل واحد شغال بدماغه، عارف انت القصه ازاي. بس هو يعني اي حد يستثمر في المجال الزراعي هو استثمار ناجح بشكل كبير جدا. ليه بقى؟ اولا حاجه فيها سستينابيلتي لابعد مدى. انت بتتكلم في اكل وشرب، يعني مهما حصل هو مستمر، بل بالعكس الزراعه فايدته جامد جدا ايام كورونا. يعني ايام كورونا كان سوق واعد،
حصل. ومبيعات احنا بشكل كنا شغالين عادي، مفيش ولا حظر ولا المبيعات زادت بشكل كبير جدا، وحجم البروف زاد بشكل كبير جدا. فهو سوق بياتي الازمات، وقت الازمات والكوارث لا بينشط بشكل كبير جدا. اكيد وأي الناس حاجة قاعده في البيت ما بتعملش ما حاجه غير فيش انها حاجة بتاكل تاكل وبتشرب. وطبعا بحكم ان سوق المبيدات الزراعيه ملامس معاه بشكل كبير جدا، فاوريدي واخد بومنج معاه يعني. لكن هو مشكله ممكن يكون فينا، المشكله فينا اكتر من بره يعني، ان احنا لحد ما ما فيش سيستم بيحكمنا كلنا مع بعض. الدنيا ما حدش عارف مين يودي على فين. كل واحد شغال بدماغه الكلام ده كله. لكن اوريدي لو في رؤيه كده، وفي رؤيه واضحه، وفي تحالف بين الشركات وبين بعضها، حتى بره في العالم، بره الشركات الكبيره اصلا بتتحد. ما بالك احنا عمالين نتفتت بقى، عارف انت، كل شركه صغيره اصلا بتفرع منها شركتين صغيرين تانيين، بعدين كل شركه صغيره يتفرع. انا يعني على سبيل المثال مثلا في معرض الدين المعداوي اللي كان في شهر 2 اللي فات ده، انا بلف، انا في شركات جدا ما اعرفهاش. انت بتتكلم مثلا في 120 شركه عارضه، انا مش عايز اقول لك مثلا في ممكن 30 او 40 شركه انا ما اعرفهمش، واخد بالك. وانا بحسب نفسي يعني ان انا من الناس القديمه شويه في المجال الزراعي، لكن انا ما اعرفش بصراحه يعني. بس هي النقطه، احنا الحمد لله سوق شغال. كل العناصر فيه بتكسب بعضها يعني. انا كشركه لازم اوفر برودكت بسعر كويس، بكواليتي كويسه، عشان خاطر التاجر يقدر يبيعه للفلاح بسعر كويس، فالفلاح يقدر يبقى حاجه الكوست بتاعها خفيف عليه، يبدا يبيع السلعه في الاخر اللي بتاكلنا كلنا عيش بسعر مناسب في السوق. تمام، فكله بياخد فلوسه. تمام. فالحمد لله احنا سوق في تكافل للكل مع بعضه، فسوق شغال. ومعنى ان كل شركه بيطلع منها شركتين 3، فلسه التورتايه واسعه وكل الناس تعرف تاكل فيها عيش. اكيد على فكره انا معاك ان احنا ما عندناش سياسه، ما عندناش نظام، كل واحد شغال بدماغه، شغال بالشاف في مصلحته. بس ده في الاول والاخر عشان ما فيش قانون عمل يحكمنا في ده. يعني هو مش تقصير من الشركات، انت ذات نفسك كمحمد محمود السيد لو لقيت فرصه هتكسبك زياده 10 جنيه هتروح تاخدها. ما انا فاتح شركتي عشان كده. هل دي ليجل مش ليجل، في اطار قانوني العمل مش في اطار قانوني العمل؟ ما هو فيش قانون عمل يحكمنا. هي الدوله اصلا مقصره معانا ولا مش مقصره؟ بص، هو مما لا شك كلنا مقصرين. الشركات كلنا مقصرين. الشركات والوزاره والافراد والحكومه، كلنا بنعاني من التقصير ده. يعني مثلا على سبيل مثلا الوزاره، انا من الحاجات اللي بستغربها جدا، انا بسجل دلوقتي مثلا مبيدات زراعيه، انا بستغرب جدا، انا ليه المركب اقعد اسجله 3 سنين؟ ليه كل سنه اقعد ادفع المركب الواحد $3300 واقدم له عينات للتجريب مره واثنين وثلاثه واربعه؟ واقول لك بقى يعني الحاجه برضو اللي تغيظك، يعني المركب ده مسجل مثلا 15 مره في مصر قبل كده، مش ماده جديده يعني. مش ماده جديده. اقول لك على حاجه مش ثانيه بقى، هتعمل عليها تجارب وتكتشفها. اقول لك على حاجه ثانيه تصدمك. كل ال 15 شركه اللي في مصر شارين من نفس المورد بتاع الصين مثلا، او بتاع الهند، او بتاع اسبانيا. فلا، طب ما انت هو كل اللي بينتجها في العالم اصلا مصنعين 3، فكلنا نجيب منهم. طب ما انت كوزاره جربت المنتج بتاع الشركه دي 15 مره قبل كده، ليه تزوديني في التكلفه؟ عندي تكلفه تجريب وتكلفه مصاريف والكلام ده كله وبتاع، وليه المده الزمنيه دي كلها؟ احنا اوريدي دلوقتي ربنا بيقدر الخير، احنا بناخد تجربه التصدير بره. مش عاوز اقول لك ان مثلا في، بس ده في مستوى الاسمده يعني، ان في دول التسجيل بتاعها 20 يوم، التسجيل بتاعها اللي هي بتقعد عندنا 6 شهور بتقعد 20 يوم بره، واخد بالك. لا، فالموضوع لا، الموضوع محتاج اعاده جدوله، واخد بالك. بالنسبه لمين؟ للوزاره. لا، في حاجات محتاجه كتير تتغير. انا بستغرب والله فعلا. انا ليه مثلا مركب زي الاميدا كلورايد، المركب ده مسجل كم مره في مصر؟ لا ده من زمان كمان، من زمان جدا. ليه كل ما الشركه تيجي تسجله لازم تجيب عينات اميدا تتحلل، وكلنا جايبين من نفس المورد اللي هو بتاع مين؟ بتاع الصين او بتاع الهند او بتاع غيره؟ لا، طب اوريدي بقى يبقى بالمثل، طالما الراجل ده جاب قبل كده من الراجل ده، وانت حللت مركبات الشركه ديت والكلام ده كله جربتها مره، يبقى خلاص اوريدي الموضوع سهل. لا لو ماده جديده خد وقتك فيها عقبال ما تكتشف وتشوف دنيتها فيها ايه. حتى لو انت عاوز فلوس، لو الوزاره عاوزه فلوس مفيش مشكله، خد القيمه، بس بلاش المده الزمنيه الكبيره دي. ما ينفعش اقعد 3 سنين بس دفعني نفس المبلغ وخلصها لي في 6 شهور، في 3 شهور، خلينا اشتغل. انا اعرف في دول بتقدم اونلاين، يعني انت تقدم على المركب اونلاين وتستلم. السعوديه على سبيل المثال كده، في شغل الاساس بتقدم اونلاين وتستلم الشهاده على طول بعديه، واخد بالك. ليه ما فيش منصه الكترونيه للوزاره يتم تقديم عليها؟ ليه لازم في مندوب رايح الوزاره جاي من الوزاره؟ ليه ما فيش منصه الكترونيه اقدم عليها اللي انا عاوزه كله، واخد بالك، وبعد كده تطلع شهاده التسجيل؟ وبالتالي انا كشركه في السوق مش هتعرف تستحمل ده كله، يا بتشتغل بشغل غير مسجل، وده اللي موجود في معظم السوق. انا وجهه نظري بص، هو مشكله السوق بتاعنا برضه في حاجه، ان انا احسب كده يعني. انا لو قلت السوق ده شغال مثلا، السوق الكيماويات الزراعيه، مش السوق الزراعي، سوق الكيماويات الزراعيه بس بيتكلم في حوالي 100 مليار مثلا. انا اظن ان في، مش عاوز اقول ان في 40% مثلا سوق موازي، لا خليها 70%. انا بصراحه انا كانت وجهه نظري 60 40، يعني 60
60 40% موازي و60%. ما احنا عندنا برضو سياسه اننا التسجيله دي تحت التسجيل، اه فده غير موازي انا برضو. شايف اللي يتحمل تبعيه ال 40% ده، ما انا كده ما برفعش عن المخطئ او المذنب في الموضوع ده حاجه، بس شايف ان السبب ورا الموضوع ده كله هي الوزاره، اكيد. بسبب الروتين وكم التعقيدات والورقيات والكلام ده كله. موضوع صعب جدا. انا اقول لك على حاجه، انا على سبيل المثال انا كنت بسجل مركب مسجل في مصر على فكره بالمناسبه، بس مسجل عن شركه واحده بس. جيت اسجله مره ما عرفتش اسجله، اتطلب مني كميه داتا وكميه ورقيات، الشركه قالت لك مستحيل نجيب الكلام ده. لا 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 المجهود اللي اعمله في ده لا لا دخل لا مكانه لا 5 لا 6 لا لا. منتجات تانية اكسب اكتر فيهم. وازيدك من الشارع بيتا المركب ده مسجل بس هي شركه واحده اللي سجلته، مم. ما حدش عارف يسجل بعدها تاني خالص. طب ليه؟ طب يا ريت لو حد بيسمعنا من وزاره الزراعه، يعني لو البرنامج ده هيطلع منه فايده واحده بس، ان احنا نغير حاجه زي دي في السوق، ده هتوفر على كل الشركات وهتقضي على الغير مسجل. وبالتالي انت لو بتطلع لي تسجيله المبيد بدل ما هي 3 سنين هتطلع لي في شهرين 3 4، خلاص انا كشركه هصبر ده. لكن اقعد 3 سنين وانا مش شغال، لا. ففي حاجات مشاكل محتاجين نبص عليها، وده فايده البرنامج بتاعنا، ان احنا بنجيب ناس من تحت شغاله بايديها، بتقابلهم مشاكل عايزين نحلها، عشان في الاول والاخر احنا عايزين نطور من السوق الزراعه. وده اللي احنا عايزين برضو نسمع فيه. ده رأي الدكتور معانا اهو، وبما ان دكتور محمد معانا فعايزين نعرف ناخد رأيه ازاي نبدأ نطور المنظومة الزراعية في مصر، ان احنا نوصل لأحسن استفادة منها. تمام. انت قلت كلمتين دلوقتي في الصميم جدا، يعني ان مصر فعلا دوله زراعيه بشكل كبير جدا، ومصر بتمتلك مقومات نجاح الزراعه بشكل غير طبيعي. بل بالعكس في دول بتعاني كتير جدا اكتر مننا، ومع ذلك بدات تاخد منحنى في زراعي مختلف، حاجه زي السعوديه مثلا. عدم توفر ميه هناك وطبيعه التربه هناك اقل من ده بكتير جدا، ومع ذلك السعوديه راح في حته تانية خالص مختلفه. يعني دوله زي الامارات بتصرف مصاريف جباره على موضوع زراعه الصوب والهيدروبونيك والكلام ده كله، عشان برضو تقدر توفر منظومه زراعيه متكامله عندها. بل بالعكس بقى انا شايف ان الزراعه في اي دوله في العالم هي امن قومي. يعني والموضوع ده كان واضح جدا ايام كورونا. معلش في دول ما كانتش لاقيه تاكل وتشرب، ان الحمد لله مصر كدوله زراعيه لا رائده في المجال ده بشكل كبير جدا. لكن انت قلت كلمه حلوه جدا، ايه احنا عاوزين نرقي بقى المنظومه الزراعيه دي. انا وجهه نظري نرقيها من اول ايه، اول عنصر فيها الحته اللي كنت بكلم فيها في ستره العنصر البشري. برضه الزراعه ترتقي من بالعنصر البشري، والعنصر البشري ما يبداش من الخريج، يبدا منين؟ من الطالب. انا شايف ان مناهج كليات الزراعه محتاجه اعاده نظر فيها. ليه؟ انا مش خريج زراعه، فبرضه مش عاوز اتكلم في الموضوع بشكل دقيق يعني. بس انا اظن انا بشوف خريج الزراعه بيتكلم في حاجه اولد فاشن بشكل كبير جدا. ما اعرفش حاجه اسمها منظمات نمو، ما اعرفش الكلام ده، واخد بالك؟ ما اعرفش حاجه اسمها الجرين برودكت، المركبات الخضراء. ما اعرفش ان في دلوقتي بكتيريا بكتيريا دلوقتي بتتغذى على الفطريات. ما اعرفش ان في بكتيريا بتتغذى على الفيروسات. ما اعرفش ان في بكتيريا بتتغذى على الحشرات. العلوم دي كلها علوم مستحدثه. انا شايف انه لازم الاول كليات الزراعه دي نقطه من اول السطر، ان الدوله تاخد فيها اتجاه مختلف تماما، تراجع كل المناهج الخاصه بمين لا، هي كليات الزراعة أصلا في مصر يعني دورها مفقود. ما انا هكمل لك بقى. ما هو يعني برضه في الأول والآخر احنا بنتكلم عن مجال هيغير اقتصاد مصر كلها. طب ليه ما تبقاش، ليه ما نوعيش من قبل حتى الطالب ما يدخل كلية زراعة ان احنا نسوق لكلية الزراعة؟ لا انا اقول لك على حاجه، انا مش لازم يعني ابقى دكتور معلش ومهندس. انت لو جيت سالت خريجين كليه الزراعه او يعني حتى الناس اللي نجحت في المجال، انت تجيب ناس هنا كتير وهتلاقي 60% او 80% منهم خريجين زراعه، واخد بالك؟ انت لو سالت اي واحد فيهم كنت عايز تخش زراعه يقول لك لا. طبعا. واخد بالك؟ هو التنسيق قبل زراعة. هو التنسيق قبل زراعه. خلينا خلاص ان ده خلاص حد دخل زراعه، خلاص بقى انا استغل الفرصه. الراجل دخل زراعه، المفروض اوظفه صح. يبقى المفروض اول حاجه ابدا من حته التعليم. انا وجهه نظري ان نجاح اي منظومه بالعلم. ما فيش علم ما فيش منظومه. فانا شايف ان منظومه الزراعه تنجح منين؟ بالتعليم. تبدا من اول خريج داخل سنه اولى، المناهج دي يعاد تقييمها تاني من اول وجديد، وتحط مناهج جديده، واخد بالك؟ في كل المجالات. انا بقول لك في علوم دلوقتي ما يعرفهاش خريجين كليه الزراعه متعلقه بالزراعه، حاجه زي جرين برودكت ما يعرفوش جرين برودكت اصلا، واخد بالك؟ ما اعرفش. انا مستغرب الكلام ده جدا. هتلاقي دايما الدكاتره عندنا دايما نفس الكتب القديمه والكلام ده كله وبتاع. لا خلاص بقى الكلام ده اكل عليه الدهر وشرب. تاني حاجه برضو كليه الزراعه اللغه عندهم مشكله كبيره جدا في اللغه، انهم يدرسوا العربي. انا شايف المفروض يبقى في مناهج تدرس بالانجليزيه، بل بالعكس يبقى في تدريس ماده اللغه الانجليزيه بشكل مباشر. ليه؟ احنا ما بقناش دوله قافله على نفسها خلاص. انت دلوقتي بتحتك بكل دول العالم. هضرب لك مثل بسيط. انا راجل مثلا عندي قسم مراسلات، عندي اللي ماسكه فيه خريجه ألسن انجليزي، هي اللي بترسل. ليه؟ عشان هي بتجيد اللغه الانجليزيه، فبتعرف تتواصل مع الاسبان، بتعرف تتواصل مع الهنود، بتعرف تتواصل مع الصينيين. طب لما نيجي نتكلم في المواد الفعاله، هي ما بتعرفش حاجه عن المواد الفعاله، فنضطر نعمل ايه؟ تجيب لها حد بيفهم في المواد هجيب لها الفعال. حد. فطبعا بقى مع كل لقطه لازم انا اقعد معاه اقول لها لا خلي بالك. اقول لك على حاجه مثلا على سبيل المثال، انت عارف مثلا في الكيماويات الزراعيه في حاجه اسمها الايزوموريزم او المتشابهات. انت ممكن حاجه زي الامامكتين مثلا الناس كلها عارفاه. تعرف الامامكتين ده فيه 2 ايزوموريزم، حاجه اسمها البي 1 اي والبي 1 بي. تعرف ان فرق واحد اكتف فين واحد ان اكتف،
واحد فعال وبيجيب نتيجه، واحد وغير واحد ان اكتف ما بيجيبش نتيجه تمام. واخد بالك؟ كارثه كبيره. انا ممكن انا بجيب واحده مش انا بقى، الشركات الزراعيه كلها بتجيب خريجين ألسن او خريجين اي حاجه لغات حد وترجمه، يجيد اللغه عشان حد يجيد اللغه المراسلات. يكلم الشركات بره، انا عاوز ابقى مكتن خام، حاضر. يلاقي شركه جايبه له مثلا المكتن ده سي مثلا الغير اكتف بقى جايبه له حاجه مثلا سي برقم اكس ورقم وشركه ثانيه ب 3 اكس، يقول لك لا هات منهم ايه؟ من ابو اكس عشان استرخص، ارخص بس هو مش بكتير، شغال، مش ملوش شغال، فايده. مش ان اكتف. ده في ايزوموريزم ماده زي الاندوكس كارب مثلا، فالار والاس، الفرق بين الاثنين مع بعض تقريبا في الار والاس، الاثنين متشابهات مع بعض، واحد اكتف واحد ان اكتف. الفرق بينهم في التكلفه، كل ما بيعلى الشق الاكتف بيوصل لحوالي $160 فرق في الكيلو، في كيلو ماده الخام. 160 فرق. فرق. الناس كلها لا طبعا. بص زي ما قلت لك كده، اول حاجه التعليم، تاني حاجه اللغه الانجليزيه تبقى شرط اساسي في خريج كليه الزراعه، لازم يجود اللغه الانجليزيه، لان انا لو عندي خريج كليه الزراعه بيجود اللغه الانجليزيه لا كان هو اولى انه يمسك المراسلات، لا لان هو وهو فاهم. هو حاجه تانية. انت ذات نفسك لما كنت بتعمل ريسيرش الاول وبتدور على براءات الاختراعات والبحوث اللي كانت اللغة. موجوده كلها انجليزي، كلها انجليزي. فبالتالي خلاص انا في نفس الكلام في الزراعه، الناحيه الفنيه بتتطور كل يوم، فبالتالي انا عشان ابدا اطور من نفسي وابدا اشوف ايه الجديد ايه اللي بيتطور، انا اسف يعني هم بره متقدمين عندنا في الحته دي. فانا اي حد في مصر عايز يطور من نفسه ويتعلم حتى من الناحيه الفنيه بتاعه الزرع نفسها، هيبدا يدور ايه اللي بيحصل بره، فهيتلاقي التقارير اللي بتطلع له كلها بالانجليزي. فانا لو مش هعرف اترجم دوت مش هعرف اطبق ده على الارض. اكيد. انا اقول لك على حاجه معلومه، بما انك انت ذكرت موضوع البيبرات البيبر والبيت انت كنت بتتكلم فيها، اقول لك معلومه تصدمك شويه. تعرف ان احنا مثلا انا في الهلم مثلا في 2005 كنا نجيب اي البيبرات اللي هي ما قبل التسعينات نفهمها كويس قوي. ليه؟ يقول لك مثلا يتكلم عن حاجه اسمها مثلا روتري ايفابوريتور. انا عارف يعني ايه روتري ايفابوريتور، ده اللي انت درسته. ده انا درسته يعني بس يعني المناهج بتاعتنا، عارف بدا لو بدا يلمس معايا مثلا في الالفينات لا المنهج ما خدتهاش بقى في المنهج، ما اعرفش بتكلم عن ايه. انا بتكلم بجد يعني، مثلا الاقي اسماء اجهزه واسماء حاجات كده انا ما اعرفش ايه ده اصلا. فعشان كده كنت دايما كل ما كانت البيبر قديمه كل ما تبقى الملمسه معانا اكتر، ودي ازمه على فكره. ما كل ما ده في بحث طلع بعديه في تطوير. انا اظن الجاب حوالي 30 سنه. لو جبت انا يعني أظن الفرق ما بيننا وما بين العلم نفسه 30 سنه. على فكره ده انا متفائل يعني، انا بقول لك رقم تفاؤلي بشكل كبير لا جدا. وبرغم ده احنا ناجحين. والله بستر ربنا يعني. بقول لك بص احنا برضو يعني ما نهدرش حق الناس اللي شغاله في السوق. الحمد لله عندنا كوادر كويسه طبعا، وكوادر عندها الخبره الكفيله اللي هم بره بيستعينوا بيهم أكيد كمان. أكيد. بس احنا بالكوادر اللي عندنا والمجهود اللي عندنا دوت ممكن نبقى في حته تانية خالص. صح لان المجهود واحد. لو احنا توفر لنا شويه حاجات بسيطه. صح. بسيطه. المجهود المبذول واحد، فاضل بس حته ان احنا بقى الجبل اللي بقول لك بيننا وبينهم دي نغطيها، اللي هم 30 سنه. لو قلت لك هتبدا من التعليم، وتاني حاجه ايه؟ تاني حاجه اللغه، تالت حاجه بقى اللي هو الشغل العملي في حد ذاته. انا عارف ان كليه الزراعه عندها مشاكل وعندها مزارع والكلام ده كله، لكن الموضوع ده فعلا يؤخذ بعين يعني. عارف انت بقى لا يبقى انا ان مثلا لو انا بدرس زراعه مثلا 40% نظري 60% عملي، يكون في الفيلد ابلكيشن هو محور ارتكاز الطالب بتاع خريج كليه الزراعه. رابع حاجه اللي انا شايفها ان لازم يكون الشركات لها دور في الموضوع ده، وده كان نقطه اللي سترا اثرتها في الاول زي ما قلت لك، ان هي كان عندها مبادره لتدريب وتطوير خريجين كليه الزراعه لمتطلبات سوق العمل. لازم يكون في ربط بين احتياجات الشركات بره ايه والكليات بتخرج ايه. على راي حد زميلي بيقول لك كده، الكليات بتخرج تلفزيون ابيض واسود والشركات عاوزه تلفزيون الوان. فطبعا انا مفيش سوق في النص، مفيش تواصل في النص. انا راجل مثلا دلوقتي كاستمر، حد في السوق، انا مثلا عاوز تلفزيون الوان، لو لقيت تلفزيون ابيض واسود ببلاش مش هجيبه. كليات الزراعه بتخرج طالب عامل زي التلفزيون الابيض واسود، وانا محتاج تلفزيون الوان بس. فلازم يكون في ربط كبير جدا بين الكليات وبين الصناعه في مجال الزراعه يعني. تمام. يبقى احنا كده خدنا العامل الحكومه، ان علينا دور ان احنا نبدا نطور ونخرج ناس فعلا تقدر تشيل السوق وتطلع السوق ده لقدام. الشركات تقدر توفر البيئه المناسبه ان الطالب ده لما يتخرج يلاقي سوق منظم شغال فيه، سوق منظم من حيث العناصر بتاعته كلها تقدر تكمل فيه. مش ان احنا برضو من عيوب السوق بتاعنا ان احنا ممكن كل سنه 30-40 شركه يفتحوا و50-60 شركه يقفلوا. فبرضو عشان ما فيش انتظاميه، ما في اللي خد قرار ان انا ابدا وافتح بيزنس خاص بيا في سوق غير نظامي،
فبالتالي هيشتغل بطريقه غير نظاميه، فبالتالي مش هيقدر يكمل. فده محتاجين نظبط الكلام ده عشان نقدر نطلع السوق بتاعنا اصلا لقدام. في نقطه شائكه تانية برضو من اللي ما بتخليناش نعرف نعمل رؤيه في السوق. انت بتقول لما جيت خدت قرار انك تبدا في 2016 تمام، حصل التعويم، طلعنا من 9 جنيه او من 7 جنيه لحد 16 و17 لا هو لمس و18 18 بعد كده هبط شويه. تمام. طب انت بتعمل ايه دلوقتي بقى؟ احنا كان 75 ونزل ل 50 وكان 20 طلع ل 50. قصه الاستيراد والتصدير والدولار، بص هتتعامل مع المشكله دي زي ما دي من المشاكل ان انت بتحط رؤيه، بالتالي الدولة بتيجي تحط قرار يغير لك خطط شركة 10 سنين قدام انت كنت حاططها. بص انا وانا زمان بدرس في الأكاديمية كان بيعلمونا كده اللي انا قلت من شوية، هو البلان وبعدين الدو وبعدين التشيك، واخد بالك، وبعدين الكنترول، واخد بالك. انا وجهة نظري بقى في ظل الظروف احنا فيها حاجة اسمها بيرنر بلان، احرق خطتك، واخد بالك. لان بقى كل يوم جديد. انا بقول لك دلوقتي فعلا انا يعني يمكن دلوقتي الموضوع بقى هادي شويه، يعني بقى في استقرار حصل دلوقتي استقرار، يعني احنا ثابتين بنلعب 46 47. لكن خلينا نتكلم مثلا في شهر واحد فعلا انت ما عندكش بلان، بيرني يور بلان، احرق خطتك. لازم تعمل ادابتيشن دايما للسوق، لازم ادابتيشن لنفسك انت، تشوف انت متغيرات السوق لازم تكون اسرع منها، واخد بالك. لازم تبقى عندك عمليه تحوط للي جاي، واخد بالك. وانا شايف ان اكتر حاجه تقدر تحل المعضله ديت هي موضوع ان التصدير. لو في شركه عندها قدره على التصدير، بص هي حلت 80% من المعضله دي، لان توفر الحصيله الدولاريه في حد ذاته ده ادد فاليو بشكل كبير جدا للشركات طبعا. فاي شركه بتفكر في الاستيراد هيكون في ادد فاليو على مستويين، على مستوى الدوله وعلى مستوى السوق الزراعي، واخد بالك. والنقطه الثانيه برضه على مستوى الشركه والافراد اللي فيه، ان انا خلاص انا اكتر حاجه بتعاني منها الشركات انا قدرت اتجاوزها واعدي منها. لكن ايه الرؤيه؟ لا انت كنت بتعمل بس تحوط ما قبل المشكله، ان انا دايما يبقى عندي مثلا الدولار هبط فبقى عندي ستوك اقدر اشتغل بيه في الفتره اللي جايه. الدولار على خلاص انا عارف انت بخش في عمليه، عارف انت قنفذه، ان انا خلاص اتقنفذ على نفسي واشوف السوق هيمشي ازاي بعد كده. لكن ما يحل كل هذه المعضله او الحل السحري زي ما بيقولوا هو تصدير. طب معلش احنا عندنا انا معاك في النقطه دي، وانا سياسه بحب شغل المصري ونطلع نصدره بره، بس احنا عندنا كفلاح او كمصريين عموما او كتجار او احنا بنفسنا عندنا عدم ثقه بنفسنا، ان انا مش هقدر اعمل منتج محلي كويس واوصل لدرجه ان انا اصدره كمان. في شركات عملت اكتر من كده وصدرت. طب ازاي نقدر نغير الثقافه دي في نفسنا احنا الاول كمصريين؟ احنا كبلد الفرق بتاع الفجوه ما بين الاستيراد والتصدير مش المشكله ان احنا بنستورد كتير، لا احنا لو قسمت قيمه الاستيراد بتاع مصر، احنا كنا حوالي مستوردين السنه دي ب 64 مليار دولار، يعني قسمناه على عدد الشعب بتاعنا لا ده نسبه ضعيفه جدا. بس هو مشكلتنا ان احنا تصديرنا قليل. لو احنا دوله 100 مليون بني ادم محتاجين نصدر قد الرقم اللي احنا بنصدره دوت 20 و30 مره، فبالتالي هيبقى عندنا اصلا فايض في القصه دي. فهل المنتج المحلي في مصر يقدر يسد احتياجات الفلاح المصري، وان احنا نقلل الاستيراد بتاعنا من المنتجات تمة الصنع لمصر، وان احنا نوصل لمرحلة ان احنا كمان نصدر لبره ويبقى المنتج المصري مطلوب بره بالاسم؟ انا اقول لك على حاجة، اللي انت بتتكلم فيه احنا السبب في الازمة دي. احنا كشركات للاسف لما حد يجي يستورد المنتج يقول لك ده المنتج ده ايه؟ مستورد. يعني ايه مستورد يعني؟ لا 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 لا، انا شايف الموضوع ده يعني ده ازمه، احنا اللي خلقنا اكبر ازمه اللي احنا متعايشين فيها حاليا. بل بالعكس انا شايف ان المنتجات محليه كتير جدا تكاد تفوق المستورد، واخد بالك. لكن السبب في الازمه ان احنا نبطل العقده الخواجه دي بقى، لا خلاص نشتغل على ارض الواقع. وزي ما قلت لك نجاح المنظومه بالضمير، لو فعلا كل شركه عندها ضمير في اختيار مركباتها وفي الشغل اللي بتشتغله، الموضوع ده هيفرق معانا بشكل كبير جدا. انا اقول لك على حاجه، احنا حاليا دلوقتي ربنا يقدر الخير احنا في شراكه بيننا وبين شركه اسبانيه. الشركه الاسبانيه لما شافت البرودكت بتاعنا وشافت مركباتنا والكلام ده وخدتها حلتها عندها في اسبانيا، الشركه قررت ان احنا نبقى هب ليها على مستوى افريقيا. هب ليها بمعنى ان هي عندها مشكله دلوقتي في البحر الاحمر ومش عارفه تصدر العمله بتاعها، عندها حوالي 19 عميل في 19 دوله افريقيه مش عارفه تصدر لهم بسبب مشاكل البحر الاحمر. قررت ان احنا نبقى ستره هي الهب ليهم، ان هي تصنع مركبات. احنا اوريدي في تشابه بيننا وبين مركباتهم بشكل كبير جدا في التركيبات كايتمز كعناصر يعني، لكن النوع هو بتاع الفورميليشن حتى لما احتكينا معاهم في الفورميليشن لان مفيش اي اختلاف بينهم وبعض في الفورميليشن. فالشركه قررت ان احنا يبقى خلاص احنا ستره هي الهب اليوم على مستوى افريقيا والشرق الاوسط، وهيصدروا 19 عميل على افريقيا على مستوى افريقيا منين؟ من مصنعنا اللي موجود فين؟ في مصر. فاذا دي كانت خرافه اتقالت واحنا مصدقين فيها واحنا اللي عاملين الجاب دي، يعني احنا السبب في الازمه دي، احنا اللي اختلقناها زمان وصدقناها ومتعايشين فيها. عارف اللي بيكذب كذبه كده ويصدقها وبعدين يكمل فيها؟ احنا عملنا كده، لان انا شايف ان في مركبات محليه كتير جدا تفوق المركبات الايه
المستورد وهتوفر علينا مشاكل وفاك كتير. مشاكل جدا. انت وفرت عمله صعبه للبلد. يعني انت مش عاوز اقول لك، انت اتكلمت في رقم دلوقتي لو التكلفه 64 وعلى فكره حجم حتى المركب كتكلفه اعلى بكتير جدا من حجم المركب المحلي. انت بتوفر حتى، وانا قلت لك في الاول ان الزراعه في مصر امن قومي، واخد بالك، مش قصه اكل وشرب. لا 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 لا، والموضوع ده بان جدا ايام كورونا. لا، فالمفروض يبقى فيه حتى، المفروض يبقى فيه اتجاه للدوله حتى في تقليل الاستيراد. لا، انا اشجع بشكل كبير جدا الصناعه المحليه، كل ما هو خامات ابوش فيه بشكل كبير جدا، واعمل تسهيلات للمصنعين والكلام ده كله. لا، كل ما هو مستورد تم الصنع، لا، نقطه من اول السطر اراجع في نفسي تاني، هل ليه بدائل ولا ملوش بدائل؟ الحاجات اللي ملهاش بدائل اسمح بيها، لكن الحاجات اللي لها بدائل لا، واخد بالك. ما ينفعش مثلا اروح استورد مليار جنيه كالسيوم بورون، ما كل مصنع صنع كالسيوم بورون دلوقتي، لكن اروح استورد مليار جنيه كالسيوم بورون، لا، مش منطقي، واخد بالك. يبقى فاحنا السبب في الازمه واحنا فينا حلها. يعني احنا عارف انت فيك الخصام وانت الخصم والحكم، يعني احنا السبب في الازمه. لا، هو بصوا احنا بدأنا استسهلنا الاول. يعني انا برضو عشان خاطر ان انا كشركه اقعد يبقى معايا راس مال ان انا ابني مصنع واجيب ناس واشوف حد فاهم تصنيع. واحنا في مصر عندنا ازمه في الحته دي. يعني انت من الكيميائيين اللي مطلوبين في السوق، وقررت حتى ان انا لا، انا هعمل البيزنس الخاص بتاعي. بس انت عارف واكيد عديت بالتجربه دي، ان انت وانت كيميائي قبل ما تعمل البيزنس بتاعك كل الشركات بتجري عليك خلاص. انت معاك نو هاو وشاطر فيها. فبالتالي انا قبل ما ابدا اعمل البيزنس وادور على العناصر دي كلها، لا، طب ما انا بفلوس اقل كتير هعمل كونتينر بالتليفون وبيجي وببيعه وبكسب فيه. لو حد بيدور على السستينابيلتي او الاستدامه مش هيفكر بالشكل ده. لا، يبقى عندي مصنع في مصر وعندي بنيه تحتيه وعندي باور وعندي طاقه انتاجيه جباره. لا لا، يبقى انا اعمل مصنع في مصر واشتغل بيه. هيتعب شويه. بص، خلينا متفقين دايما ان مفيش حاجه مفيش حاجه اسمها ما فيهاش مشاكل. لا، كل حاجه فيها مشاكل. الاستيراد فيه مشاكل والتصنيع المحلي فيه مشاكل، بل بالعكس ممكن يبقى التصنيع المحلي مشاكله اقل بكتير جدا من الاستيراد، واخد بالك. كفايه بس موضوع تدبير العمله الصعب، كفايه مشاكل الجمارك والمينا. لا 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 لا، الهيدك بتاع الصناعه المحليه اقل بكتير جدا من البتاع. بس هو عاوز حد زي ما قلت لك كده، عاوز حد يبقى عنده رؤيه لقدام شويه، يتعب شويه في الاول عشان يرتاح قدام. طب احنا العنصر البشري المتوفر في مصر اللي يقدر متوفر بس في ندره. في ندره. وزي ما قلت لك كده، لو بدأنا بالتعليم من الاول كل حاجه تحل بعد كده. مزبوط. لو فعلا لو كليات بتخرج حد مؤهل، الموضوع هيبقى سهل جدا قدام. لو في ربط بين التعليم في الجامعات المصريه وبين الشركات والمصانع، يبقى في الموضوع سهل قدام. انا عاوز بس زي ما قلت لك كده، عاوز الجامعات تعرف السوق محتاج ايه وتشتغل عليه وتشتغل عليه. المصانع محتاجه كيمياء ومواصفات ايه وتشتغل عليه. الداتا اللي محتاج الطالب يدرسها في الكليه عشان يطلع ينفذها بعد كده في ارض الواقع وتشتغل عليه. ما بقاش كل واحد بيغرد فين في سرب الواحد، الحته الواحده. مش هنتقابل خالص. الكليات بتدرس علوم بالستينات وماشيه فيها ومكمله، والشركات والمصانع والمزارع والكلام ده كله ماشيه في حته ابديت بتاريخ النهارده. في جاب كبيره جدا زي ما قلت لك بتكسر. انا وجهه نظري تصل ل 30 سنه بين اللي بيدرس وبين الواقع يعني. طب احنا دلوقتي خلاص يعني، يا رب نكون فدنا الناس ووضحنا المشاكل اللي عندنا وازاي نقدر نحلها، وان احنا نبدأ فعلا بالحل. وان انت تبدأ متأخر احسن من ان انت ما تحلش خالص. يعني ان انت بدأنا متأخر هنوصل في يوم من الايام نقول ان احنا حلينا المشكلة دي. كان عندنا مشكلة من 10 سنين وحليناها خلاص، بس نبدأ فيها من دلوقتي يعني. فان شاء الله يبقى ده جزء ان احنا نشارك في القصة دي، ان احنا نوضح بجد ان السوق محتاج ايه والشركات محتاجة ايه عشان نبدأ نطور، والمجال محتاج ايه عشان ده اهم مجال في مصر كله. ومجال مش واخد حقه. فبالتالي احنا محتاجين نظهر المشاكل بتاعتنا، وان احنا محتاجين فعلا يبقى لينا صوت عشان خاطر الناس والدولة والحكومة والمسؤولين يحسوا بينا ويعرفوا مشاكلنا ايه فيبدأوا يحلوها. لكن طول ما احنا بنقول مشاكلنا مع بعض واحنا قاعدين في المعارض وفي القهوة وفي المكتب وبنزعق ونتخانق ونقعد مشاكلنا نقعد ندور عليها نحلها مع نفسنا، ده بياخد وقت. الناس بتعرف تحل وناس ما بتعرفش تحل. لكن لو العوامل المساعدة بتاعت الدولة تقدر تتدخل معانا وتبدأ تحل ده هيوفر علينا وقت كتير. واحنا دورنا ان احنا نظهر المشاكل، واحنا بنظهر المشاكل. دي كانت مشاكل دكتور محمد محمود السيد. في مشاكل ناس تانية. بس انت قدمت حلول، ما قلتش مشاكل بس. ايوه ماشي. ما الحلول دي احنا بننفذ جزء منها، وفي عناصر تانية لازم تنفذ الجزء بتاعها. أكيد اللي هم برضو اضرب الجزء بتاعهم مننا. أكيد يعني اكيد. في نهاية حلقتنا حابين نشكرك يا دكتور، تعبناك وطولنا معاك شوية. لو احنا صايمين يعني. لا. على فكرة بس هو في معلومة ما اتقالتش في النص، هو يبقى عمي يعني اخو ابويا لازم يعني. بس احنا ما حبيناش نقول ده في النص عشان ما يبقاش لقاء عائلي يعني. خلينا الموضوع يبقى برضو ايه في ناحية بروفيشنال شوية. قبل ما نكون عمك كان اصحاب يعني. يعني احنا اصحاب واخويا الكبير وبنقطع في بعض في الشغل وبننافس بعض في السوق وكل حاجة. بس احنا هنا عشان نفيد المجال عموما، مش نفيد نفسنا اكتر يعني.
فبنشكرك على حبيبي تسلم. الشويه دول، تعبناك معانا وانت صايم برضه حبيبي وكده تسلم. وفي رمضان، يعني الحلقه هتنزل بعد رمضان بس احنا بنصور في رمضان يعني. فحابين نشكرك على تعبك معانا، وانك نويت تكون اول ضيف معانا يعني. وحابين ان انت بقى ترشح لنا 3-4 شخصيات انت شايف ان هم قصص يقدروا يفيدوا بيها الناس في حياتهم العلميه والرحله بتاعتهم في الشغل، هيبقى فيها دروس مستفاده للي بيسمعونا وبيتفرجوا علينا، وان هم فعلا عندهم مشاكل وعندهم حلول تقدر تطور من السوق مم. بتاعنا، وما فيش اكتر منهم في السوق عندنا. يعني احنا أكيد. السوق عندنا كل الناس وصلت لمكانها بعد صح. تعب وجهد وعدوا بمشاكل كتير، واحنا على ما اعتقد ان احنا من الاسواق القليله في مصر اللي ما فيش حد مسك مكان يعني على كبير، يعني ما فيش مم. حد كده اتخرج تعالى امسك مدير، لا لا، جيبها من تحت. اي حد جابها من تحت، سواء مم. ما كانش عنده شركه وبدا المجال من تحت خالص فبقى وصل لحد ما وصل ان هو بقى صاحب شركه وبقى عنده البيزنس بتاعه، او حد كان موظف في شركه لحد ما اتدرج في المناصب لحد بقى مدير في المؤسسه بتاعته فعدى بالخبرات كلها، او حد ابن صاحب الشركه زي ما بنقول. واحنا عشان صحاب الشركات عندنا اللي اسسهم رجاله بجد، اي حد بيجي يورثه بيقول له هتبدا من تحت، يعني هتبدا من صح. عامل في المخزن على لحد صح. ما توصل للمكانه بتاعتك يعني. فعايزين ترشح لنا 3-4 شخصيات ان احنا ان شاء الله يجوا ينورونا ويقعدوا مكان دكتور محمد كده، ونتكلم في قصصهم وفي حلول وفي مشاكلهم وفي الحلول بتاعتها ان شاء الله، ويعرفونا اكتر عن المجال الزراعي. وانت بتتكلم تقول حد جابها من تحت كده، فاكتر حد بصراحه شافه جابها من تحت يعني الباشمهندس محمد السيد الصعيدي. ده مدير قطاع المزارع في شورى، حد متميز جدا بقى، وده ايده في الفدان بشكل كبير يعني، واخد بالك. وفي الباشمهندس او الدكتور ماهر ابو جبل، ده رجل بقى نقابي وبتاع والكلام ده كله، فده اكتر حته بقى في مشاكل الدوله والحكومه والوزاره، ده يلمس معاك اكتر جدا في الموضوع ده. والنقطه الثالثه انا عاوز اجيب لك 3 شخصيات متنوعين، كل واحد بيلعب في حته مختلفه عن الاخر يعني. اكتر من 3 عادي، احنا معاك برضه. يعني الباشمهندس محمد الصعيدي بيلعب في حته السوق والماركت والكلام ده كله مظبوط. وبتاع، ومشاكل الفلاح والمزارع والكلام ده كله وبتاع. الدكتور ماهر ابو جبل بيلعب في حته اللي هي القوانين واللوائح والكلام ده كله، واشتراطات الوزاره والكلام ده كله. الشخص الثالث بقى الباشمهندس محمد مجدي، مصر الدوليه، شركه مصر الدوليه، حد ليه ماركت شير وليه بصمه انا بحبها بصراحه يعني، من الناس اللي بتلفت نظري دايما في السوق بتاعنا يعني. يبقى اي حد، باشمهندس محمد الصعيدي، دكتور ماهر ابو جبل، باشمهندس محمد مجدي، لو انتوا بتتفرجوا علينا وبتسمعونا ان شاء الله يبقى في تواصل ما بيننا قريب وتيجوا تنورونا. وكان معاكم اسلام السيد، وده ذا اورجانيك بودكاست. شكرا.